السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يومنا خفيف مش تقيل، روتيننا روتين خفيف وبسيط جدا، مش هنعمل فيه اي حاجه خالص. المهم جبت بصلايه وقشرتها اهي زي ما انتم شايفين، وحطيتها في حله ميه. كانت الميه سخنت شويه فحطيتها في حله ميه، هتاخد معانا 5 دقايق بس. ماشي سليمه كده زي ما هي. وكمان قطعت ايه، ما عنديش لا بصل ولا عندي طماطم، كله خلص ومش قادره انزل في الحر ده تشتري اي حاجه. فرحت جايبه ايه، بطاطايه كده وقطعتها شرايح، وهتعرفوا ليه دلوقتي. هنحطها الرصاصه في قلب الحله ديت وهتعرفوا برضو ليه دلوقتي. بس يلا كده معايا، ادوني لايك وادوني شير، لحسن انا نفسيتي تعبانه جدا والله يا جماعه من عدم التفاعل على القناه والصفحه. خلاص قربت اقفلها بالفعل، يعني انا خلاص والله يأست فعلا، ونفسيتي الايام اللي فاتت كانت تعبانه، ولذلك انا النهارده مش عامله اكل ولا عامله اي حاجه ولا ليا نفسي اشتغل اصلا. ماشي. يعني فضلا منكم وليس امرا، بالله عليكم تعملوا شير، تعملوا منشن لاصحابكم. انا بقالي 3 سنين على القناه وعلى الصفحه، فتعبانه جدا جدا فيها، والشغل فيها متعب يا جماعه والله العظيم، مش مريح زي ما انتم متخيلين. ارهاق بدني وارهاق مادي وارهاق في كل حاجه والله العظيم، ومجهود في كل حاجه لا تتخيلوا المجهود. ساعات والله العظيم بسجل لكم الفيديوهات وانا نايمه والله العظيم ما حاسه حتى انا بقول ايه، من كتر التعب طول النهار، والتصوير والمونتاج والتسجيل والشغل بره والشغل جوه وهكذا والله العظيم. فيعني انا والله نفسيتي فعلا تعبت جدا جدا جدا، لان انا فعلا بتعب في الشغل دوت يعني. وبعدين الحمد لله ولله الحمد بشهاده الناس ان انا قناتي حلوه وصفحتي حلوه. طيب عشان ما يعني ما دوشكوش، انا كان عندي بواقي محشي ما كنتش سويتها يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. و يعني قلت ايه، نتغدى بيها النهارده على بواقي الاكل اللي عندي. كان عندي طبق ملوخيه على طبق باميه كنت حاطاه في علبه كده في الفريزر، رحت مسخناهم وحطاهم جنبهم تمام كده. جبت البصلايه ديت حشنت، زودت عليها محشي بصل، بيبقى تحفه يا جماعه والله. بتحط البصلايه كده سليمه زي ما هي كده في الميه لمده 5 دقايق بتستوي معاكي، بتبقى جميله كده زي ما انتم شايفين، واكلها بيبقى تحفه في المحشي، تحفه فعلا. سكر، عارفين يعني ايه سكر؟ ماشي. فمعلش يعني ما تزعلوش مني والله، انا فعلا تعبانه جدا جدا بسبب الموضوع دوت. واتمنى ان انتوا تقفوا جنبي، فعلا انا بحبكم جدا، وانا عارفه ان انتوا بتحبوني. الناس القليله اللي عندي، يعني العدد القليل اللي عندي بيحبوني والله العظيم ولله الحمد، وبيدعوا لي دعوه حلوه، وانا كمان بحبهم جدا. فبس هي قله التفاعل يا جماعه، الموضوع ده مكلف جدا جدا جدا. الفكره مش الماديات، الفكره في التعب اللي فيها بس والله. المهم زي ما انتوا شايفين كده، كان عندنا شويه مواعين طبعا مطرح الاكل اللي احنا عملناه او كده، وكان من قبلها كمان في حبه مطرح الفطار ومش عارف ايه. فقلت اغسلهم واقف ادردش معاكم، واطلب منكم الدعوه الحلوه، واطلب منكم ان انتوا تدعموا القناه، وتعملوا منشن لاصحابكم وحبايبكم، وتوصوهم عليا كده بالله عليكم وصايه كده، كاني اعتبروني اختكم، اعتبروني حد من اولادكم، اعتبروني اي حاجه انتوا بتحبوها. وفعلا دعوات الناس فعلا الايام اللي فاتت والله ليا كانت جميله جدا جدا. دعوات اللي بعتوها لي على الصفحه، على البوستات اللي بنزلها، فعلا ربنا يكرمهم يا رب. انا بدعي للناس كلها الحمد لله، وبتمنى للناس كلها الخير. دايما تتمنى للغير الخير ربنا هيكرمك يا رب. المهم حطينا المحشي على البوتاجاز يا جماعه يستوي. قلت على بال ما اغسل المواعين ديت وانضف المكان اللي احنا ايه بهدلناه يعني. فقلت الحمد لله. لكن والله العظيم انا فعلا ما قادره اتكلم، ولا قادره اشتغل، ولا قادره اعمل اي حاجه نفسيا يعني صراحه والله العظيم، لدرجه زي ما انتم شايفين كده انا بطلع بواقي، وفعلا يعني الحكايه زي ما انتم شايفين. انا نفسي مش عارفه اقول لكم ايه والله. يعني اتمنى منكم الدعوه الحلوه، اتمنى ان انتوا تدعموا القناه بتاعتكم مش بتاعتي والله العظيم. القناه دي بتاعتكم انتوا، والصفحه بتاعتكم انتوا، وكل حاجه انا بعملها، والانستجرام سواء انستجرام سواء تيك توك سواء اي حاجه، فعلا انا بعتبره بتاعكم. مش انا مش صاحبته، انتوا اللي اصحابه، لان انتوا اللي هتنموه، وانتوا اللي هتكبروه، وانتوا فعلا. في ناس كتيره كانت واقفه جنبي فعلا ربنا يكرمها، وفي ناس ما زالت واقفه جنبي، فيعني ربنا يكرمهم يا رب. ربنا يكرم كل واحد وقف جنبي ودعا لي دعوه حلوه، وحط لي لايك وحط لي شير، ربنا يحقق له كل اللي بتمناه، كل اللي بيتمناه يا رب، انا وهو وكل من قال امين امين يا رب العالمين. وصلوا كده على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. واي حد يطلب منكم مساعده يا جماعه ساعدوه، اي حد ايا كان. بصوا بقى المحشي بتاعنا كان استوى اهو، وطلب الاكيله، وطلبكم ان انتوا تيجوا تاكلوا معايا. فلو عجبكم الفيديو بتاعي حاولوا يا رب، حاولوا كده تحطوا لي لايك وتحطوا له شير، واعملوا منشن يا جماعه لاصحابكم بالنسبه للصفحه والفيديو. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك وحطوا شير، واشوفكم على خير في الفيديو.